السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمهات مسيدة. ان شاء الله راكم كامل بخير. ان شاء الله تلقاكم فيديو تاعي باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما تشوفوا معايا راح ندير معاكم وصفه سهله وبسيطه تاع غريبيه الكاوكاو، يعني واحد البنه ما نحكي لكمش عليها، بمقادير مضبوطه وتاني بزاف 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 بنينه. ان شاء الله تجربوها وتردوا لي الخبر. هنا اول حاجه نبدا نحمص الفرينه تاعي. انا هنا عندي حوالي 3 كيسان تاع فرينه. بيان سور نحمصهم هكا في مقله. بيان سور نحرك هكا غير بالعقل هكا، يعني لازم تاخد لون يعني البني الفاتح، ما تخلوهاش بزاف ما تخلوهاش يعني تتحرق. انا نكمل بهذه الطريقه حتى نحمص كامل الفرينه تاعي. فوالا. ودوك هنا بالنسبه لباقي المكونات، هنا كما تشوفوا معايا في اناء عندي كاس هكا تاع مارغرين. انا هنا ذوبتها يعني شويه. نكمل عليها بكاس تاع الزيت، كاس محمص تاع كاوكاو ومرحي، مع نصف يعني كاس الا ربع تاع السكر الناعم. رايحه نحتاج لافاني وهذيك الفرينه المحمصه، مع قيس ملعقه صغيره ماشي معمر مليح تاع خميره الحلويات. هنا نبدا بهذيك لا مارغرين كما قلت لكم. انا هنا ذوبتها يعني شويه باش تسهل عليا الخدمه. اذا درتوها يعني اون بوماد ديروها بالباتور. انا رايحه نستعمل فقط الفوي. هنا رايحه نزيد هذاك الكاس تاع السكر الناعم، يعني خليت فقط حوالي هكاك اصبع تاع هذاك الكاس، يعني ما عمرتوش كامل. فوالا باش ما تجيكمش بزاف 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 حلوه تاني. هكا نخلط مليح هاد المكونات، نزيد لافاني. كما قلت لكم هي غريبيه بالكاوكاو، سهله وسريعه، وتاني الذوق تاعها ما شاء الله رائع بالبزاف. هنا رايحه نضيف هذيك الكاوكاو كما قلت لكم محمص ومرحيه. هنا رقيق يعني كمام رقيق، ماشي رقيق خلاص كيما الفرينه، بصح رقيق كمام شويه. بيان سور الكاوكاو ماشي بالقشور، يعني بدون قشور، لكن حمصته باش تعطيكم هذاك الذوق البنين في الغريبيه تاعكم. وبيان سور كما قلت لكم رايحه نحتاج هذيك الفرينه. هنا بالنسبه للفرينه انا هنا رايحه نغرب لها. شوفوا كنخليوها هكاك، يعني شوفوا كاين هذوك الاخر. وهنا كما قلت لكم حاولي هكاك نصف ملعقه تاع صغيره تاع خميره الحلوى. انا هنا نبدا نجمع العجينه تاعي هكذا، نزيد الكميه حتى يعني زدت هذاك الكاس الاول. انا درت لي 2 كيسان ونص تاع الفرينه. يعني تجيكم الحبه، يعني هذيك هو القياس. واذا يعني كما انا ضفتو شويه كميه كبيره تاع الفرينه، يعني تشوفوها شويه ناشفه، يعني ما تخافوش منها. حكموا كميه تاع الزيت وزيدوا لاباط تاعكم كميه تاع الزيت. شوفوا دوك نوري لكم، يعني انا كي نمس هكا جاتني شويه، يعني شوفوا جاتني شويه هكا مخصوصه ليدام. واش رايحه ندير هادو ما نخليهم هكا دو كوتي. رايحه نعاود هكا نحاول هكا نعجنها شويه، ومن بعد نزيد لها كميه تاع الزيت. يعني كي نحكمها شوفوا ما تشدش روحها فريمون تري بيان. واش رايحه ندير هايليك، رايحه نزيد لها كميه تاع كما قلت لكم تاع الزيت، باش الاخر باش نتحصل على عجينه يعني تشد روحها شويه. يعني كي تشوفوها هكا لا بروميير فوا ما تخافوش منها. فوالا هايليك، يعني كي تمسوها شوفوا بعد ما زدت لها شويه تاع الزيت، شوفوا دوكا يعني تشكلوها فاسيلمون. انا هنا رايحه شوفوا هايليك، يعني ما تخافوش منها كما قلت لكم. هنا مباشره نحكم ورقه هكا تاع الطهي. رايحه نستعمل هدايا باش يعني نسهل عليا الخدمه. ورايحه نحكم كيس بلاستيكي هكا من فوق باش نحلها. هنا بالنسبه للسمك يعني حبيتو ديروها رقيقه ولا غليظه، هذا يرجع لكم. لكن انا يعني اليوم درتها شويه رقيقه. كنت حابه نديرها يعني غليظه اكثر، لكن ما تولاش يعني هذاك لو مومون. درتها شويه رقيقه. نتوما ماذا بكم يعني ديروها شويه غليظه، لانه غريبيه الكاكاو يعني تجي شويه عاليه هكا، ما تجيش كامله رقيقه خلاص. وتاني فيك فيها شويه تاع الخميره، الوغ رايحه تهبط شويه. الوغ نتوما كي ديروا لابا تاعكم يعني ما تحلوهاش رقيقه، حلوها يعني غليظه باش يقعد السمك تاعها بيان. وبيان سور تاني راح نحتاج لبياض حبه تاع البيض وكاوكاو للتزيين. هنا بالنسبه لهذاك الكاوكاو كيف كيف تاني راه محمص ومرحي، بصح ماشي رقيق خلاص كيما لاباط. خليته شويه هكذاك
هكذا نحكم هكا بانسو ونبدا ندير كميه تاع البيض ومن بعد ندير نرمضها يعني في هذاك الكاوكاو، غير السطح هذاك اللي من الفوق فقط اللي ندير في الكاوكاو، يعني ما نديرش كامل الحبه في الاخر. ومن بعد نستفها ونديرها في البلاطو هكذا. هنا فقط بالعقل لانه تجي شويه كما تشوفوا معايا يعني خفيفه هذيك لاباط هكذا. ومن بعد كي نكمل بنفس الطريقه انا استعملت هذا الشكل هدايا. وبيان سور نتوما يعني اذا عندكم طابع الاخر استعملوا الطابع تاع هكا تاع الهلال مباشره. وهنا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونديرهم في بلاطو في سنيوه يعني اللي تدخل الفرن. رايحه نشعل يعني الفرن تاعي في درجه حراره 160، نخليهم حوالي هكذاك 20 دقيقه، يعني نشعل من تحت ومن بعد نعاود نشعل من الفوق. هنا شوفوا يعني اون فوا طابت يعني ما تمسوها، شوفوا يعني انا درتها لكم هكا لا فيديو اكسبري باسكو لو كان تمسوه شوفوا يعني اليد تاعكم يعني تذوب في هذاك في هذيك الغريبيه. خلوها تبرد فريمون تري بيان. هاي الحلوى تاعي تاع اليوم كما تشوفوها معايا، يعني انا هنا درتها شويه رقيقه يعني بارابور دابيتود. نتوما كي تطبعوها شويه يعني تكون هكا بسمك اكثر باش تجيكم الحبه سوا كما قلت لكم. يعني لازم يعني تطيبوها حوالي 20 دقيقه فقط. وكما قلت لكم يعني شوفوا كيفاش تحمرت تري بيان، وهذا هو اللون تاعها، يعني ما تجيش بيضه كما الاخرى، تجي هكا مارون. هاي ليك كما قلت لكم يعني نتوما فقط زيدوا لها شويه فقط في السمك هكا باش تجيكم سوا. انا اليوم يعني درت سمك رقيق شويه بارابور دابيتود كما قلت لكم. وكما قلت لكم يعني رايحه تخرج لكم كميه لاباس بها. انا بالنسبه لي استعملت 300 غرام تاع الكاوكاو والله يبارك، يعني درت بهذه الكميه كامل. وثاني بقى لي شويه يعني فوالا. هاي لي كيما قلت لكم وتجي بزاف بنينه. ان شاء الله فقط تبعوا كامل النصائح اللي عطيتهم لكم. هنا بيان سور لازم نقسم لكم حبه يعني باش تاكدوا من مصداقيه الوصفه. هاي لك يعني شوفوا يعني تتفتت وحدها كما قلت لكم. يعني كي تنحوها فقط في من الاخر من الفرن ما تمسوهاش كاع يتيك باسكو سينو تتفتت معاكم وتسيبوها. يعني وريت لكم يعني مقبلات في الفيديو. شوفوا النتيجه. واش نقول لكم يعني النتيجه رائعه بالبزاف. ان شاء الله تجربوها لهذا العيد هدايا، على بالي رايحين توليو يعني مدمنين عليها، خاصه كما قلت لكم لمحبين الغريبيه. هاي ليك شوفوا يعني تتفتت كما قلت لكم وحدها، وهي النتيجه امامكم. فوالا كان هذا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله نال اعجابكم، وان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي وتنجحوا فيها. دوكا ما عليا الا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.